بصوا يا جماعه، انا دلوقتي بغسل المواعين والاقي الكائن ده واقف لي في الحوض. انا مش عارفه اعمل منها حاجه، طول النهار ماشيه ورايا في الشقه. طبعا انا بسيبها كده في الشقه عشان لوحدها، فبسيبها ايه واخده راحتها. فهي دلوقتي بصوا بتاكل ايه. بصوا العصفوره بتاكل ايه. انا بغسل مواعين، والمواعين اهي يا جماعه بغسل فيها اهي. المواعين اهي. يعني انا ايه لما باجي اغسل المواعين بشطف المواعين كلها الاول، بنزل منها الدهون، بنزل فيها اي اكل الاول، بعد كده بغسلها كلها مره واحده. انا متعوده اغسل مواعيني كده. فانا دلوقتي غسلت نضفتها الاول، نزلت منها كل الدهون، ورحت جاي رحت بشيل الاكل يعني في التلاجة، وقلت اجي ايه اكمل المواعين. اجي الاقيها واقفه لي في الحوض. بصوا المنظر. طول النهار والله على كده، طول ما انا واقفه في المطبخ لازقالي على الحوض، تقف على دماغي، تقف على كتفي. فمش عارفه، انا مش عارفه اعمل ايه. تقف لي على الحلل، تقف لي على كل حاجه، حتى لدرجه واحنا بناكل بتيجي تقف في الصينيه، او تقف على الصينيه يعني واحنا بناكل. بصوا المنظر. واجي امسكها بقى ما ترضاش تخليني امسكها خالص، هي تقف على دماغي، تقف على كتفي، اكون قاعده تيجي تقعد على حجري. بصوا المنظر. بتاكلي ايه انتي؟ دي مش اكلك ده خالص، ده مش اكلك. والحنفيه لو اشغل الحنفيه ابص الاقيها تروح جايه رايحه للميه وتشرب من الحنفيه. خايفه اشغلها تبرد. انا لما اكون مشغلاها تروح جايه واقفه على الحنفيه من فوق، وتقعد بقى ايه تروح اللي هو ايه شفت وضع الخفاش، تروح ماسكه من الحنفيه من فوق ومنزله راسها لتحت للحنفيه وهي نازله الميه بتاعتها. بصوا بقى راحت تعمل ايه دلوقتي. مش ساكته، الكائن ده مش ساكت. عو. نغطى الازازه بتاعت العيال والزمزميه بتلعب فيه. هي مش ساكتالي طول النهار على كده اهو، طول النهار وكل يوم يعني، مش طول النهار بس. هي من ساعه ما بقينا نفتح لها في القفص وتطير في الشقه كده عادي، واخده راحتها بقى خالص، ولازقالي بقى في المطبخ عشان عارفه ان المطبخ فيه اكل، فلازقالي في المطبخ. انا والله خايفه عليها تبرد من الميه اللي هي غرقانه فيها طول النهار دي. كل ما ندخلها القفص تروح خارجه تاني، وهي بتدخل يعني لوحدها يعني لما بتحب تدخل بتروح داخله. عشان كده بنبقى فاتحين القفص بتاعها على طول ومسيبينها. بس بقى ساعات العيال بيقعدوا يرخموا عليها ويضايقوها، فبسيبها ايه، فبروح قافله عليها ايه. طارت وخرجت بره. وقفت فين؟ بصوا. بصوا لو هتاخدوا بالكم، عايزه اقرب لكم الكاميرا شويه. لو تاخدوا بالكم في الحته اللي هي واقفه عليها دي كده، في خرابيش كده في قلب البرواز. بصوا بتقعد تاكل فيه. قشرتهولي، قشرت البرواز. تحس ان هي نقر خشب، مش عصفوره. واخدين بالكم من البرواز كده اللي هو الذهبي ده، واكلاه. بصوا مشيتها جميله قوي. تحسوا في كرتون كده زمان كان بيجي على ام بي سي 3، عباره عن بومه كده بتيجي كل حياتها ان هي تتكسر وترجع تتعمل تاني، تتكسر وترجع تتعمل تاني، تتركب تاني. مم. بس هي كده خلاص استكفت بقى بالفسحه بتاعتها، ترجع بقى ايه تقعد جوه بيتها تاني. طول النهار على كده تاخد فسحتها وترجع تقعد تاني في قلب القفص. فانا ايه بصراحه ببقى سايبه لها القفص زي ما انتم شايفين كده على طول مفتوح، ايه تعيش حياتها فيه يعني. انا هقعد جنب العصفوره وبلاش اغسل مواعين، والساعه دلوقتي داخله على 11 بالليل، يعني عايزه الحق اغسل مواعين عشان الحق انام. وغير ان انا لسه هروق الصاله، لسه مخلصين الواجبات والمذاكره، فقلت ايه اكمل بقى ايه اروق الشقه قبل ما انام يعني.